تشدو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. في هذه الآونة الأخيرة نترك أولادنا أمام المسلسلات وأمام الأفلام، فأستحلفك بالله ماذا يتعلم أولادنا من تلك الأفلام ومن تلك المسلسلات التي علمتهم الرذيلة وعلمتهم الانتحار وضيعت الأخلاق. انظر معي كم من مسلسل وكم من فيلم يحارب الدين حربا ضروسا، يحارب كل خير ويحارب كل خلق حسن، فنجد مسلسلا كاملا ولا يأتون برجل مصلي ولا برجل فاضل، يأتون بهذا الذي قد ربى لحيته أو رجل يدخل المسجد يأتونه كتاجر مخدرات، يأتونه إرهابي، يأتونه يفعل الرذائل، يأتونه قاتل، ليجعل من يرى هذا الملتحي أو هذا الذي قصر ثيابه أو هذا الذي أطاع الله ورسوله يجعلونه في قلوب أبنائنا من الإرهابيين ومن المجرمين ومن المنحرفين. قال الله عز وجل عن هؤلاء: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويقول الله عز وجل عن هؤلاء: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أحذر أحبابنا وأحذر آباءنا وأمهاتنا، أحذر الجميع من أن يتركوا أولادهم أن يشاهدوا مثل هذه الأفلام والمسلسلات التي ضيعت الدين وضيعت الأخلاق وضيعت القيم وضيعت كل جميل في مجتمعنا. ونسأل الله عز وجل أن يهدي أولادنا وأولاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.